قبل فرحي باسبوع بالظبط اتوبيس نقل عام دخل فيا من ورا وانا واقف في الاشاره، ما قبلتش العوض وقلت اعوض على الله لحد ما ربنا عطرني في عمرو. وعمرو ده عشره عمر، بس ما كنتش اعرف ان ابوه عنده ورشه في الحرفيين اللي قبل الموقف، ولان العربيه صعبه تترد على البارد وانا مستعجل جدا فجاب لي شنطه طلع من عربيه قديمه، ده غير العربيه متكلحه والشمس عامله معاها الصح. قال لي سيب لي العربيه دي اسبوعين بالكتير قوي وهتاخدها مني زيرو. قلت له مستحيل اخدها منك زيرو. قال لي ما انت لو تعرف فين ابويا بقاله كام سنه في الشغلانه دي هتعرف ان احنا بنطلع من تحت ايدينا معجزات. قال لي اتقل عليا وهتابع معاك كل حاجه على الواتساب. وفعلا تابع معايا كل حاجه كان بيشتريها بالفاتوره بتاعتها. وطبعا ركب الشنطه الجديده وعمل سمكره واتردت على البارد، وكمان عملوا التكليح واترشت على قد الخبطه بالظبط. وبعد كده حطوا طبقه ورنيش ايطالي، وبعد كده العربيه بالكامل اتلمعت تلميع الماني، واخدت طبقه واكس علشان يحافظ على الدهان ويحافظ يعني على الالوان بتاعه العربيه. والاهم من كل حكيته لك في الفيديو ده بقى ان هم بيرجعوا الفليتو. الفليتو ده عم خالد ده الفابريكا بتاع العربيه، والمناسبه كده كفته كار اول ناس يشتغلوا في اسكندريه في الفليتو الفابريكا. فباختصار كده عزيزي اقدر اقول لك ان الناس دي مبدعه في اي حاجه تتخيلها في مجال العربيات، وكمان عامل عرض رايق قوي مكسر الدنيا بيه، تلميع وتعزيز الدهان ب 1200. ده غير كمان ان هم بيعملوا النانو سيراميك وبيشيلوا كمان التكاليح واي دهان. وكل اللي اقدر اقوله لك ان كفته كار بيجيب من الاخر، واكن العربيه جايه جديده من المصنع بتاعها. وهسيب لك رقم التليفون ومنشن لعمرو عشان لو محتاجه في اي حاجه للعربيه. وصدقني تجربه عمرك ما هتندم عليها، ناس عندها ضمير بحقه حقيقي.